عارف مرجان احمد مرجان وهو بيقول ده بسكويت يا جماعه. طبعا انتوا اكيد اول ما شفتوا كور الكشري والبصاره وازايز الشامبو دي عرفتوا انا فين. من كام يوم كده شفت فيديو لصديقي احمد سعد بيتكلم على محل كشري في ايجيبت، فاحنا النهارده بقى ضربنا الاوتفيت بتاع ايجيبت عشان نروح نصور ورد. يلا بينا. المحل موجود في التجمع الثالث في ارابيلا بلازا جنب السينما. اول ما بتخش المكان كده بتحس الصراحه ان الفايبز لذيذه. المكان عامه والفايبز بتاعته ما بتحسسكش خالص ان انت في محل كشري، بس اكتر حاجه حسيت ان انا مفتقدها في الحوار بتاع الفايبز ده هي منطقه تحضير الكشري الصراحه اللي كنت بروح محلات الكشري عشانها. المهم بقى نسيبنا من كل الكلام ده ونخش في الاكل، واول حاجه بدات بيها هي الابيتايزرز او المقبلات، تحديدا الهالبينو بايتس. عامة اصلا الهالبينو بايتس بتبقى في العادي حلوه، يعني في محل كشري بقى ناكلها مع الشطه بتاعت الكشري. يا لهوي انا هموت صح؟ لا لا ما تاكلهاش. مش حراقه قوي، او على الاقل دي مهدياها شويه او مش مهدياها، الله اعلم. بس هو بغض النظر عن اي حاجه هي الصراحه فعلا كان طعمها حلو. بعد كده دخلت في الحاجات المختلفه بقى، واول حاجه منهم هي الكشري بولز، ودي بتبقى باللحمه المفرومه والجبنه، بس اللحمه المفرومه كانت قليله فيها شويه. بينزل معاها برضو الصين صوص ثاوزند ايلاند وصوص رانش. طعم طبق الكراست اللي بره دي مع الكشري نفسه وبتاع، لا لذيذه يعني والله. ده مش صوص ثاوزند ايلاند، صوص بيك تيستي. دخلت بعد كده بقى في بطاطس ورد اللي هي قريبه شويه من البطاطا الحاره اللبناني. لذيذ البصل المحمر اللي محطوط فوق ده، مقلي وفي نفس الوقت كارملايز كده، فلا لذيذ. وبعد كده دخلت على البصاره بقى اللي الصراحه ما فيش محلات كتير قوي بتعملها، وانا بالنسبه لي برضو كنت كلتها قبل كده وما فضلتهاش قوي. مش عارف، مش جايه معايا الصراحه شويه. بس صاحبي اللي كان بيصورني لما دقها هو اصلا بيحب البصاره، الصراحه عجبته. بعد كده دخلت على الحاجه اللي انا اصلا رايح اجرب المحل علشانها وهي الكشري، وبدات اول حاجه بالكشري الاسكندراني، وده بيكون رز وعدس اصفر بينزل معاهم بيض مدحرج وطماطم بالدقه او طماطم مخلله ايا كان انت بتقول عليها ايه. الاسكندراني بقى في مدرستين عامه، في مدرسه اللي هم بيحطوا عليه الورده او بيحطوا عليه اللي هو البصل ده من فوق، وفي مدرسه تانية لا بسم الله. هو انا ما اكلتش كشري اسكندراني كتير بس هو حلو. بس في سؤال بقى لاخواتنا اللي في اسكندريه، هو ليه الكشري الاسكندراني بينزل معاه بيض مدحرج وطماطم او سلطه خضراء؟ بعد كده بقى دخلت على الكشري العادي اللي هم هناك مسمينه كشري ورد. بس من الحاجات المميزه قوي الصراحه الباكجينج عامه بتاع الصلصه والدقه والحاجات دي، هو الصراحه فعلا فكره مختلفه يعني. تحس ازاي الشامبو اصلا. برضه بيجي برضه معاه بدل العيش المحمص توست كده صغنطوط. وعامه انا بالنسبه لي بحب الكشري يبقى متغرق دقه، فحطيت الدقه وشويه صلصه ويلا بينا. الكشري تحس ان هو نظيف. هو بس الرز فيه اكتر من المكرونه بشكل ملحوظ، بس اعتقد لو قلت لهم ان انت عايز تزود المكرونه مش هيعترضوا يعني. جربت برضو الاضافات دي لوحدها عشان انا الصراحه بحب اكل الكشري لوحده. اول حاجه السجق، هو مش لذيذ الصراحه. وبعد كده جربت حته كده برضو من الكبده. حلو الكبده، الكبده احلى من السجق. وجربت برضو العيش التوست اللي كان جاي مع الكشري، هو الصراحه طعمه كان حلو بس طعمه كان مدي اكتر على البسكوت وما كانش لايق قوي مع الكشري. عارف مرجان احمد مرجان وهو بيقول ده بسكويت يا جماعه. المهم دخلت بعد كده بقى على المكرونه، او عشان احنا في ايجيبت هقول عليها باستا، فطلبنا حاجتين. واول حاجه بدات بيها هي باتر تشيكن باستا، وهي من اسمها عباره عن مكرونه بالزبده والفراخ. هي مديه شويه كده على طعم الباتر تشيكن اللي هي الانديان كده شويه، مش عارف ليه بتكلم انجلش، معرفش، ايجيبت اثرت عليا تقريبا. بس بوجه عام وعشان ادي الباتر تشيكن دي حقها، هي كانت حلوه قوي بس لازم تتاكل في ساعتها عشان الزبده والصوص اللي فوق ده ما يكتلش. احنا بقى نجرب كده المكرونه بالكبده، بسم الله. فيها طعم نعناع هنا لذيذ، توست النعناع كده مع الكبده، لا لذيذ عامه. بس هي برضه في الاول وفي الاخر مكرونه بالكبده، بس البورشن بتاعتها لذيذه الصراحه. هنخش على بعض. قررنا بقى واحنا بنحلي نحبس كده كوبايه شاي بالنعناع. انا عاجبني قوي ان هم حاطين هنا تلجايه كده مع النعناع عشان تحافظ عليه فريش. ده بقى حلو ورد، وده رز بلبن عادي خالص، فاحنا نجرب الرز بلبن في الاول عادي خالص. هو ماسك نفسه شويه، مش كريمي قوي بس هو حلو. فصلت بقى ببق شاي وبعد كده دخلت على حلو ورد. اللي فوق دي باين انها طبقه كراميل، بسم الله. حلو قوي الحلو بتاع ورد ده، يعني هو تحسه ولا هو كريم كراميل، هو كده كده مش مهلبيه، يعني هو حتى القوام مش مهلبيه، بس تحسه برضه قريب كده من البنات شويه. بص لا هو انا عامه عاجبني قوي الحلو بتاع ورد ده، لا خطير. وفي الاخر بقى وملخصا للفيديو ده، تطلب ايه من ورد؟ انا بالنسبه لي الصراحه في الابيتايزرز بطاطس ورد وكشري بولز، الاثنين دول كانوا حلوين قوي. الكشري بوجه عام الصراحه كان حلو، عندك برضه حلو ورد ده كان خطير. وغير بقى كل ده الباستا باتر تشيكن دي برضه من الحاجات اللذيذه. ما تنسوش تقولوا لي بقى اجرب ايه تاني في الفيديوهات الجايه. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف وزواظه. سلام.